السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، رجعنا لكم بفيديو جديد. الموضوع ديال هذا الفيديو هذا اللي هو فيه جوج ديال المواضيع. كما كتشوفوا غنهضروا أول حاجة على الفرق ما بين البارفا والأنيق بالنسبة للأنثى الحسون، وثاني موضوع هو واحد النظام غذائي أسبوعي اللي كنتبعو أنا شخصيا ومزيان التطويرات، حيت بزاف ديال الناس كيسولوني في لي كومونتير تيقولوا لي عطينا شي نظام غذائي اسبوعي اللي نبقاو نخدموا به مع الطيور ديالنا. اذا الاخوان نبداو على بركه الله. اول حاجه او موضوع غنهضروا عليه هو الفرق بين البارفا والانيق في اناث الحسون. اذا كما كتشوفوا الاخوان من خلال الفيديو، انا حطيت لكم جوج ديال الاناث، وحده بارفا وحده انثى حسون انيق، ولا كما كنسميوها في المغرب البرانيه. اذا الاخوان الفرق بيناتهم الاخوان تيكون واضح، يعني ما غاديش تلاف ولا يغلطك شي واحد ولا شي حاجه. تبع معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تفهم كل شيء. اذا هذه اللي تشوفوها الاخوان في القفص انثى حسون برانيه ولا كنسميوها الانيق. باش كنعرفوا الانيقه الاخوان الحجم ديالها تيكون كبير كما كتشوفوا في الفيديو. بالنسبه للتحنايه ولا التحميره كما كنقولوا حنايا كتكون ناصعه، اللون ديالها كامل، يعني اللون ديال الجناح واللون ديال التحنايه تيكونوا الالوان ناصعه بزاف. يعني هي في الشوفه الا شفتيها الانثى ديال الحسون الانيق الا شفتيها في الشوفه غادي تعجبك، غتشوفها. شتي الا كان شي واحد اللي ما كيعرفش مزيان في الطيور وشاف الانثى ديال الحسون الانيق وقلتي ليه هذا ذكر، يقدر يغلط. علاش؟ حيت حتى ديك التحنايه عندها تكون تقريبا مقاده مع الاخر ديال العين ولا فايته العين شويه. هنا الاخوان هذه انثى حسون بارفا، هذه الانثى ديال الحسون بارفا اللي كتشوفوا وريتكم في الفيديو دابا، هذه هي اللي كان واقعين لها بزاف ديال المشاكل وكانوا عندها بزاف ديال الامراض، وتبعتوا معايا الفيديو كيفاش كانت الحاله ديالها ومن بعد ملي عالجتها كيفاش ولات. فهي الحمد لله دابا راه ما بقاش كتخاف بزاف وشاده في يدي دابا، وها هي كما كتشوفوا كتحرك عادي. ولاحظوا الاخوان الفرق بينها وبين الانثى اللي وريتكم في الاول. شوفوا التحنايه ديال هذه الانثى هذه كي دايره، وشوفوا الالوان ديالها كي دايرين. الالوان ديال الباربا تيكونوا بحال باهتين، الشكل ديالها تيكون صغير. لاحظوا الشكل ديالها دابا. هذه راه انثى عندها 3 السنوات كما سبق ليا وذكرت في فيديوهات قدام، عندها 3 ديال السنوات. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها وشوفوا حتى الحجم ديالها قداش. ونزيدكم حاجه اخرى، ملي غادي نحطها حدا الانثى الاخرى غادي تلاحظوا هنا الفرق مزيان بيناتهم. انا غادي نحطهم وحده حدا وحده وانتوما شوفوا الفرق بيناتهم. ها الانثى البارفا هي اللي في اليسار ديال الفيديو، شوفوا الشكل ديالها، شوفوا راه كامل الريش ديالهم بجوج، والاناث بجوج عندهم 3 ديال السنوات. شوفوا الشكل ديال الريش ديالها وشوفوا الشكل ديال الانثى اللي حداها، وشوفوا حتى الحجم ديال الانثى البارفا تيكون صغير بزاف. بالنسبه للانثى الاوروبيه ولا انثى الحسون الانيق فهي كتكون كبيره، يعني تقريبا الحجم ديالها تيكون قد الذكر ديال البارفا. اذا ها انتم لاحظوا الفرق بيناتهم، لا بالنسبه للالوان لا بالنسبه للتحنايه. اذا هنا غنكونوا سالينا الموضوع الاول. الموضوع الثاني الاخوان هو غنعطيكم واحد النظام غذائي تقدر تخدم به، ساهل تخدم به الاسبوع كامل. اذا نبداو على بركه الله. قبل ما نبداو جيب شي ورقه وستيلو، قيد هادشي اللي غنقول لك، خدم به الطويرات ديالك غيبقاو غاديين مزيان. يعني في هذه الفتره هذه، اما ملي قرب موسم الانتاج ونبداو التجهيز تما غنبدلوا النظام الغذائي ونعطيوهم نظام غذائي اخر. حاليا تقدر تخدم ليهم مثلا قيد عندك 2 غتعطيهم فيه البيض مسلوق بقشورو، يعني كل انثى ولا كل ذكر اعطيه 4 بيضات بقشورو وخليه ليها من الصباح حتى العشيه، حيت الجو دابا عادي يعني ما كايناش الحراره بزاف، البيض ما غاديش يخسر، يقدر يبقى عنده حتى العشيه. وحيدوا ليه ما تنساش عنده في القفز، حيت هذا من الاسباب اللي تيمرضوا لنا الطويرات. اذا سالينا من 2 الاخوان ندوزو ل3. 3 الاخوان اعطي فيه شي فاكهه، اختار الفاكهه اللي بغيتي انت، سواء التفاح سواء
الاجاص. المهم بحال هكا اختار شي فاكهه. بالنسبه للفواكه والخضر الاخوان غسلهم مزيان بخل التفاح، راه ديجا هضرت على هذا الشيء هذا، عاد عطيه الطويرات ديالك، حيت دابا عارفين كما كنعرفوا كاملين كاينين المبيدات، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يأديو لينا الطيور ديالنا. اذا غسل الخضره ولا الفواكه مزيان بخل التفاح، عاد عطيه الطويرات ديالك. سالينا من الثلاث، هنا غندوزو للاربع. الاربع الاخوان تقدر تقدم فيه خل التفاح. خل التفاح كما هضرت عليه بزاف، اللي هو وقايه من بزاف ديال الامراض ومزيان لينا الطويرات ديالنا. كنقدموه 5 ديال القطرات في الشرابه ديال 50 مليلتر، كتخليه ليهم 24 ساعه وكتحيدو. يعني هاد الاربع هذا بحال خليناه روبو، عطينا فيه خل التفاح. ندوزو الاخوان لنهار الخميس. نهار الخميس الاخوان غادي تعاود تقدم ليهم البيض مع الباطي. شد الباطي اللي عندك، سلق البيض خلطو معاه وعطيه للطويرات ديالك ياكلوا. واحسن باطي اللي انا كننصح به هو الباطي ديال الدود، واللي هضرت عليه ودرت عليه فيديوهات بزاف، وبزاف د الناس سولوني عليه وراه كنصيفط لهم التصويره ديالو. هذاك هو احسن باطي تقدر تخدم به مع المقنين، كنهضر على المقنين. اذا الاخوان دزنا من الخميس غندوزو نهار الجمعه. نهار الجمعه الاخوان انا كنفضل نعطي الخضر الاخوان اللي تقدر تعطي اما الخس ولا الخيار ولا البروكلي ولا الجزر، ولا كدير واحد البلان اللي كنديرو حتى انا. كتشد شويه ديال الخيار، شويه ديال الخيزو، شويه ديال الخس وشويه ديال البروكلي. كتشد هذا الشيء هذا كامل كتحكو مزيان وكتجمعو في شي طاسه. كتجمع هذا الخليط ديال هاد الخضر هادو بربعه، كتجمعو في شي طاسه، كتحاول تعصرو من داك الماء وكتقدموا للطويرات ديالك. وحاول تقطعوا صغير. وقبل ما تقدموا ليهم كما تنقولوا تنركز عليها بزاف، غسلوا بخل التفاح مزيان، عاد عطيه ليهم. بزاف ديال الاخوه غيقولوا لي ما هضرتيش على الحبوب الاخوان. علاش ما هضرتش عليهم؟ حيت كما قلت لكم سابقا كاينه ديك الخلطه اللي هضرت عليها في واحد الفيديو، هذيك هي الخلطه اللي كنقدم انا على طول الموسم. يعني هذيك الخلطه راها كافيه فيها كاع داكشي اللي غادي يحتاج الحسون. اذا سالينا من الخضر الاخوان نهار الجمعه، ندوزو لنهار السبت. نهار السبت الاخوان شنو كنعطي انا؟ كنعطي ديك البذور الرقيقه، هذه ما كنديرهاش في الميلونج، اذا كنقدمها بوحدها. البذور الرقيقه شنو تيكون فيها؟ بذور الشيه وبذور الحريق كما كنعرفوا كاملين، راه كاينين دابا في السوق موجودين بكثره. وفيهم شويه ديال السمسم ولا الزنجلان، كنخلطهم بثلاثه، واحد 100 غرام من كل حاجه، وكنعطي لكل طائر نص كودي. هذه نهار السبت. بقى لينا لحد الاخوان تنقدموا فيه شي مطهر ديال الكبد. المطهرات ديال الكبد اللي تقدر تخدم بهم كاين افيكول، ايبارينول، كالسيكولينا بي. هادو بثلاثه جربتهم زوينين، تقدر تقدمهم للطويرات ديالك في نهار الحد. وملي تيتعاود عاوتاني السيمانه كتعاود نفس البروغرام. وبهذا نكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. اي واحد عنده شي سؤال يخليه في كومونتير ولا يراسلني في الصفحه ولا في الانستغرام اللي غنخلي لكم في الوصف. شتي الفيديو عجبك خلي شي جيم، شي كومونتير زوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.